السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وفي صحة وحال. قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، ويا ريت تدوسوا لي لايك وتشتركوا في القناة لو ما كنتوش لسه اشتركتوا عشان يوصل لكم كل فيديو جديد. ورحبوا معايا بقى ببطوط. النهارده هقول لكم فكرة تحويش. هي فكرة حلوة وممتازة وهتوفر معاكي. تمام، هي فكرة مش حصرية. تمام، بس انا عملت فيها تعديل بسيط كده، كانت معظم الناس بتشتكي منه. تعديل بسيط خالص كده. تمام، هو الفكرة انا هقولها لكم وهقول لكم التعديل في اخر الفيديو لما اشرح لكم الفكرة عشان خاطر اللي مش عارفها. تمام، واقول لكم التعديل بتاعها ايه في اخر الفيديو. تمام. هي الفكرة ازاي تحوشي 500 جنيه في خلال شهر. مبلغ على شهر كبير. واحدة تيجي تقول لي 500 جنيه ايه ده؟ انا بتمنى ال 500 جنيه دول ان انا اجيب بيهم حاجة، ده انا بتمنى مش عارفة ايه علشان خاطر اعمل ايه، ده انا بتمنى مش عارفة. هتعملي كل اللي نفسك فيه، غيري في شقتك، تجيبي الاطفال كل اللي انت عاوزاه، تعملي كل اللي انت عاوزاه. تمام، تجيبي اللي نفسك فيه انت كمان. تمام. خلينا نشوف الفكرة هتكون ايه. هي الفكرة تحويشة الشهر. يعني ايه تحويشة الشهر دي؟ تحويشة الشهر يعني الشهر 30 يوم، 31 يوم. تمام، على حسب بقى، على حسب الشهر ده 30 يوم 31 يوم ايا كان. الفكرة بتقول ايه؟ يوم واحد في الشهر هنحط جنيه في الحصالة او في برطمان او في علبة او في كيسة او في شنطة قديمة عندك او في جاكيت جوزك او في جاكيت ليك انت شخصيا ما عدتيش بتلبسيه في الجيب بتاعه. تمام، بس اهم حاجة لو انت ما بتعرفيش تمسكي ايدك وهتروحي للفلوس دي، خليها حاجة مقيدة احسن. تمام، ولو ان الاحسن ان انت تحاولي ان انت تمسكي ايدك وتنسي المبلغ ده تماما. تمام. فالفكرة ايه؟ ان انت يوم واحد في الشهر تحطي جنيه. بصوا زي ما انا ايه هوريكم دلوقتي. تمام، مع بعض كده. يوم واحد اهو، مش عارفه هي واضحه لكم ولا ايه. يوم واحد في الشهر نحط جنيه، يوم 2 في الشهر نحط 2 جنيه، يوم 3 في الشهر نحط 3 جنيه، يوم 4 في الشهر نحط 4 جنيه، يوم 5 في الشهر نحط 5 جنيه، وهكذا. تمام، وهكذا. يعني اليوم المناسب في الشهر هنحط قده، مبلغ قده. مثلا 15 جنيه حطينا 15 جنيه، 20 جنيه حطينا 20 جنيه، 22 جنيه حطينا 22 جنيه، وهكذا. فيوم واحد يعني يوم واحد حطينا جنيه، فبقى معانا في العلبة بتاعتنا او الحصالة بتاعتنا جنيه. حطينا مثلا يوم 2 جنيه، بقى معانا في الحصالة بتاعتنا كام؟ 3 جنيه. حطينا في يوم 3 في الشهر 3 جنيه، فبقى معانا كام؟ 6 جنيه. يعني احنا بنجمع مثلا احنا المبلغ اللي حطيناه على المبلغ اللي قبله. يعني مثلا احنا هنا لما وصلنا ل10 جنيه بقى معانا المبلغ 55 جنيه، جينا نحط ال11 جنيه بقوا كام؟ 66 جنيه، وهكذا لحد اخر الشهر. تمام، هنيجي اخر الشهر هنلاقي معانا 496 جنيه. فال4 جنيه دولت مش مشكلة نحطهم احنا ايه زيادة، او لو انتي في اي شهر حبيتي ان انتي تحطهم زيادة عادي. طب هو احنا مثلا يوم 20 في الشهر انا ضامنة يبقى معايا 20 جنيه. طب هو انا مثلا ضامنة يوم 26 في الشهر يبقى معايا 26 جنيه. انا ضامنة. تمام، دي المشاكل بقى اللي كانت بتيجي على الفكرة دي. انا ضامنة يوم اخر الشهر يبقى معايا 30 جنيه وانا ببقى اصلا اخر الشهر بشحت عشان خاطر اكمل الشهر، كل الكلام ده. تمام. في بقى فكرة تانية كان فيها ان اول الشهر حالتك بتكون حلوة، واخر الشهر الدنيا بتبقى ملخبطه شويه، دوبك بنمشيه بالعافيه. فايه اتقال ايه؟ ان احنا نبدا من نهايه الشهر. تمام، ان مثلا احنا يوم واحد في الشهر
نحط 31 جنيه. يوم 2 في الشهر نحط 30 جنيه. يوم 3 في الشهر نحط 29 جنيه. يوم 4 في الشهر نحط 28 جنيه. تمام. طب برضو ما انا مش ضامنه، يعني انا في اخر الشهر هحط لي مبلغ، في اول الشهر كده هقوم جايه حاطه لي مبلغ يجي 200 ولا 150 جنيه في الحصاله. طب تمام. دي لولا الفكرتين، دي الفكره والتعديل اللي اتعمل عليها. تمام. انا بقى هخلي حريه الحططان ده في ايديكي انتي، تحطي اللي انتي عايزاه. جه معاكي 20 جنيه تحطيهم، جه معاكي جنيه تحطيهم، جه معاكي 30 جنيه تحطيهم، جه معاكي 5 جنيه تحطيهم. في يوم ما معاكيش خالص، عادي عادي. تمام. طب ازاي ده وهتعمليها ازاي ومش عارفه ايه؟ انا هخلي فكره ليكي انتي. احنا محدش يتحكم فينا، الشهر ما يتحكمش فينا. يعني انا ما اجيش مثلا يوم 20 في الشهر اقول لا ده انا لازم اتصرف في ال20 جنيه واحطها، ده انا لازم مثلا اشوف هجيب ال5 جنيه منين لو انا مش معايا مثلا غير 15 جنيه. لا، احنا محدش يتحكم فينا. مش شهر هو اللي يتحكم فينا، مش ايام هي اللي تتحكم فينا، احنا اللي نتحكم في الدنيا بحالها. احنا اللي هنتحكم في الدنيا بحالها. تمام. هقولك التعديل وهخليكي تحوشي هم نفس ال500 جنيه. تمام. 500 جنيه دولت بقى تعملي بهم ايه؟ ال500 جنيه دولت بقى لو انت مثلا مزنوقه، مثلا زي دخلة المدارس دي، حاجه زي دخلة المدارس اللي جايه دي. تمام. من هنا المدارس مثلا 3 شهور، شهرين، هتعملي هتظبطك يعني 1000 جنيه او 1000 وشويه هيظبطوكي، يجيبولك حاجه، يجيبولك مثلا الكراريس والاقلام والحاجات دي، يجيبولك مثلا لانش بوكس والزمزميات والاقلام تمام. يجيبولك حاجات اللانش بوكس، يجيبولك حاجات الفطار للولاد، يخلوكي مثلا تجيبي طقم لابنك او بنتك ايا كان، يخلوكي مثلا تجيبي شنطتين حلوين متوسطين السعر كده. فاهمني؟ في شنط كتير قوي اسعارها حنينه، فانت تقدري ان انت تجيبي كل ده معاكي 1000 جنيه. تمام. فكك من اللي يقولك ال1000 جنيه بقت بتعمل شغل ال100 جنيه. لا، احنا بال1000 جنيه نعمل اللي ما يتعملش، اللي بال1000 جنيه نعمل اللي ما يتعملش، اللي فيه عقل وراس يعمل عمايل الناس. تمام. مثلا طب انا جبت الحاجات دي او انا معايا فلوس الحاجات دي، ال1000 جنيه مثلا هتساعدك في الدراسة. مثلا هتحوشي كل دولت اخر الشهر، تيجي اخر الشهر ابنك عاوز فلوس الدروس، خدي يا حبيبي فلوس الدروس. بنتك عاوزة يا ماما، ده انا عايزة مذكرة، ده انا عايزة، ده انا عايزة، انا عايزة، خدي يا حبيبة قلبي فلوس المذكرة او فلوس الحاجة اللي انت عاوزاها، وهكذا. تمام. طب انا ما عنديش مدارس، ما عنديش دافع ان انا، لا عندك ازاي. ممكن انت مثلا 500 على 500 تنزلي تجيبيلك بيها اي حاجة، طقم مثلا عاجبك، اي تغيير في شقتك، مش لازم تشتري. عينيهم عينيهم، قرش القرش معاكي. بنتك تعبت، ابنك تعب، جوزك اتزنق ومحتاج فلوس، طلعهم له، اتفضل. انا دولت انا كنت محوشاهم، بس مش خسارة فيك ولا يلزمني حيرتك. اتزنقتي، انت تعبتي، هو انت لو تعبتي مش هتكشفي؟ لو تعبتي تعب جامد مش هتروحي تكشفي مثلا؟ طب مش لازم مثلا هتاخدي علاج مره واثنين وثلاثه، احنا كلنا بنجيب علاج من الصيدليه الاول، يعني ما بنستسهلش للكشف على طول. جوزك لو تعب مش هتاخديه وتروحي تكشفي عليه؟ هتسيبيه تعبان وينام في البيت؟ طب ما فيش مثلا انت اخر الشهر، وما معكيش الفلوس كلها اتصرفت، فهتقومي جايه واخده من دول ورايحه، مفيش اي حاجه خالص يا ستي. ربنا يسعد ايامك ويسعد حياتك كلها. يتعالوا لاي ازمه، لاي حاجه، لشهر رمضان، لمولد النبي، مولد النبي يعني خلاص مفضلش غير كام شهر، لايام المدارس زي ما قلت لك، للعيد، للبس العيد، العيد الصغير، من العيد الصغير للعيد الكبير اكون جمعت كمان 1000 جنيه او 1300 جنيه كمان. تمام. لفرح، يعني أنا مثلا انا عندي فرح، انا واحده عندي فرح في شهر 10، من هنا لشهر 10 اجمع 1000 جنيه، اجيب بهم بقى مثلا لي انا درس مثلا، فستان لبنتي، طقم لزوجي، كل الكلام ده.
كل ده بيتعمل يعني. ولو مش هتصرفيهم خالص عينيهم، بس لو انت ما عندكيش اي استلزامات او اي ضروريات بلاش تصرفيهم، عينيهم هتحتاجيهم، هيجي وقت عليكي هتتزنقي. قسما بالله ان ده كان بيحصل معايا يا ربي، ما بقاليش كتير متجوزه بس كان بيحصل معايا. يعني انا مريت بازمات كتير قوي في ال3 سنين دول الجواز بتوعي، بس الحمد لله والله كانت ماشيه برضا ربنا وبركه ربنا. تمام. طب انت عماله ترغي كتير بقى وتلوك كتير، واحنا ما بنحبش كده. انا عارفه ان انتوا ما بتحبوش كده، بس كان لازم ان انا اقولك كام معلومه دول. تمام. ايه التعديل بقى اللي انت هتجيبيه فيها؟ تعالي اقولك. اولا هنعمل جدول تعملي جدول على حته ورقه، على في كراسه، في اجنده، في كتاب، ايا كان ورقه. جدول. الجدول ده هتكتبي فيه من 1 لحد 31 ايام الشهر، او لحد 30 ايا كان الشهر ده هيكون ايه. من واحد من جنيه لحد 31 جنيه. تمام. هتكتبوهم فيه. تمام. زي ما انا عامله كده، بصي زي ما انا عامله الجدول ده كده. تمام. 1 2 3 4 5 6 وهكذا لحد 31. طب الجدول ده ايه لازمته يا اميره؟ تعالي وانا اقول لك لازمته ايه. الجدول ده اللي هيحل لنا المشكله كلها، اللي هيحل لك العقبه كلها. تمام. بصي يا ستي، انا مثلا في اول الشهر انا معايا فلوس، يعني في اول الشهر لسه واخده المصروف وبجيب طلبات البيت وكل الكلام ده، فاكيد معاكي 30 جنيه، اكيد معاكي 31 جنيه. فانا هاجي هحط في البرطمان او العلبه بتاعتي او الحصاله بتاعتي او الشنطه بتاعتي او ايا كان الحاجه اللي انا هحوش فيها، واحط فيها ال30 جنيه، واقوم جايه شاطبه على ال30 جنيه. اعتقد ان انتوا كلكم كده دلوقتي ايه عملتوا الفكره معايا، استنتجتوا الفكره. تمام. اليوم اللي بعده مثلا انا معايا مثلا 25 جنيه، من احنا معانا بقى المبالغ الكبيره بقى في اول الشهر، هنحط مثلا ال25 جنيه وهنشطب عليهم. تمام. جه بقى تالت يوم في الشهر، رابع يوم في الشهر، معايا برضو 30 جنيه. الله. طب انا هحط 30 جنيه تاني. مع طالما معاكي ال30 جنيه ومتوفرين متوفرين معاكي من سوق، متوفرين معاكي من عطاره، متوفرين معاكي من مستلزمات بيت، من صيدليه، من مستلزمات شخصيه، كل الكلام ده حطيهم. طب انا هحطهم ازاي؟ ما انا شطبت على ال30 جنيه. تعالى اقولك. هنقوم جايين هنا 20 و10 30، هنقوم جايين عاملين على ال10 كده. تمام. وعاملين على ال20 كده. شفتوا بقى ازاي؟ شفتوا بقى ازاي؟ تمام كده، بسيطة خالص. تمام. معايا 2 جنيه، هحط ال2 جنيه. تمام. جيت في نص الشهر خسعت، لا ما خسعتش. تمام. هتيجي انت بقى لما تنزلي السوق بتاعك او تنزلي طلبات، اكيد طبعا كله بيجيب طلبات بيته بالشهر او بالاسبوع او باليوم. وعلى فكرة دي فكرة حلوة اللي بتوع اليوم، يعني دي هتبقى رائجة اكتر لايه، لبتوع اليوم. تمام. انا مثلا جه معايا مثلا 22 جنيه، اقوم جايه شاطبه مثلا على 22 جنيه. تمام. جه معايا مثلا 22 جنيه تاني. تمام. تعالى اقول ال3 جنيه وال19 جنيه كام؟ 22 جنيه، اقوم جايه شاطبه على ال19 وعلى ال3 جنيه، وهكذا 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 لحد اهم شيء تخلصي الجدول قبل الشهر. براحتك بقى، حطي جنيه، تحطي في اول الشهر 30، تحطي في اول الشهر جنيه، تحطي في نص الشهر 20، تحطي في نص الشهر 3 جنيه، براحتك. انت اللي هتتحكمي في حاجتك، لان انت ادرى بامور بيتك، محدش متحكم فيكي، محدش فارض عليكي حاجه، محدش بيقولك ده انت لازم تحطي كذا، ما انتش مجبوره على حاجه، ما انتش مخنوقه، مش حاسه بزهق، كل الكلام ده لا. انت اللي بتتحكمي في الدنيا بحالها، انت اللي بتتحكمي في الدنيا بحالها، زي ما انتوا شايفين معايا كده. تمام.
هنيجي بقى احنا عارفين ان ان كل اسبوع، ان كل شهر هيبقى معانا مثلا ايه هيبقى معانا مثلا 469 جنيه. فاضل لنا كام علشان يبقوا 504 جنيه؟ طب احنا هنجيب ال4 جنيه دول منين؟ تعالي اقولك، معاكي 5 جنيه، حطي ال5 جنيه واشطبي على الواحد بس. طب وال5 جنيه، ما انت هيجي معاكي 5 جنيه تاني. انت هيجي معاكي مثلا انت جه معاكي 20 جنيه. تمام، احنا شطبنا على 20. اقوم جايه شاطبه مثلا على ال5 جنيه. تمام، وعلى ال15 جنيه اهو. بس بقى انا كده معايا كل شهر 500 جنيه مكانهم في علبته. مش محتاجاهم ما اجيش يمتوا، مش محتاجاهم ما اجيش يمتوا. يعني مثلا انا مش محتاجاهم في الدراسه، هتسيبيهم مكانهم. رمضان جاي، رمضان جاي ببركته وبخيره وبحلاوته وبكل حاجة. عندك في رمضان حاجات كتيرة قوي لازم تعمليها وتجيبيها عشان تفرحي وتفرحي اطفالك وكل الكلام ده. تمام، يعني مثلا 500 جنيه، لو انت حوشت كل شهر 500 جنيه من هنا لحد رمضان، ده انت هيبقى معاكي مبلغ تجيبي خزان رمضان كله، من مكسرات لياميش لزينة رمضان لفوانيس الاطفال لكل الكلام ده. ده انت لو عايزه تجددي في بيتك كمان هتجددي، كله ببساطه. كل حاجة بسيطة وكل حاجة سهلة، منعقدش الأمور على نفسنا خالص. تمام، كل حاجة بسيطة وكل حاجة سهلة، منعقدش الأمور على نفسنا. تمام، هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى يكون الفكرة عجبتكم. وهي الفكرة مش بتاعتي، معرفش هي بتاعت مين أولا. تمام، بس التعديل بتاعي ما شفتوش، مش هقدر اقول انسبه، لا ما شفتوش. التعديل انا ما شفتوش عند حد، انا ما شفتوش. هو جه في دماغي وانا قاعده، جه في دماغي فقلت خلاص هعمله. حد غيره عامله انا ما اعرفوش. تمام، عشان خاطر بيحصل مشاكل كتير قوي في المواضيع دي. تمام، بالاخص ان انا قناتي لسه بتبدا، عشان ما حدش يجي يقول لي ده فكره فلانه. انا ما اعرفش الفكره. انا شفتها، بس التعديل بتاعي يعني ما شفتوش عند حد. بلاش كلمة بتاع دي، ما شفتوش عند حد. تمام، وهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، واتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وقدرت اوصل لكم الفكرة بطريقة سهلة شوية، ويكون التعديل عجبكم. وانا عن نفسي انا هنفذه. فكرة ان انا احوش كل شهر 500 جنيه دي، يا لهوي، ده تعمل معايا البدع، ده تعمل معايا انا شخصيا اللي ما تعملش. تمام، هشوفكم على ألف خير في فيديو جديد، وفي أفكار توفير بأرقام تانية وطرق تانية كتير جدا أنا مجهزاها، هعملها لكم الفيديوهات اللي جاية. أشوفكم على ألف خير، مع ألف سلامة، ومتنسوش اللايك والاشتراك في القناة. مع ألف سلامة.